السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، اهلا وسهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض محافظة بنها صفحة 234 من كتاب كونكت جيم الاضواء انجليزي الصف الخامس ترم تاني. يا ريت يا بطل ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة حبايبي عشان يوصلكم كل جديد من حل المحافظات ومراجعات ليلة الامتحان. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دايما نص الاستماع بيكون في نهاية الكتاب. السؤال الأول بيقول لك هنا listen and circle the correct answer from A, B, C or D. بيقول لك هنا أول حاجة we made a picnic، احنا عملنا نزهة at الأزهر بارك، في حديقة الأزهر بارك. we sit under a big tree، احنا جلسنا تحت شجرة كبيرة. it was such a beautiful day، إنه كان يوم جميل. we enjoyed، احنا استمتعنا all the birds، بكل الطيور in the park، في الحديقة. read and complete، هنا بيقولك read and هنا بيقولك choose the correct answer. the smoke from the fire، الدخان اللي بيطلع من النار makes me cough، بيجعلني أكح. طيب does علي have a cold، هل علي عنده برد؟ قال yes he is sick، هو بيكون مريض. there is a shower، بيوجد دش in the bathroom، في الحمام. bathroom يا حبايبي يعني حمام، وشاور يعني دش. read and complete the text with the word in the box. trip يعني رحلة. husband يعني الزوج. happy يعني سعيد. cold يعني بارد. today اليوم my sister received an email، أختي استلمت إيميل it's from her husband، إنه من جوزها، يبقى دي رقم 1. علاء، طيب من جوزها اسمه علاء he is a business trip، هو طبعا بيكون في رحلة عمل. traveling around the Arab world، طبعا حوالين العالم العربي. she was very happy، هو كان سعيد جدا، هي كانت سعيدة جدا. to know علاء news، عشان هي بتعرف أخبار علاء. this week هذا الأسبوع he is in عمان، هو بيكون في عمان. next week الأسبوع المقبل he will travel to قطر، هيسافر لقطر to complete his business، عشان يكمل شغله. there and then return to Egypt، وبعد كده هيعود لمصر. حلنا صفحة 234 يا بطل. تعالى هنا بعد قراءة القطعة بيقول لك في اللي choose the underlined word، الكلمة اللي تحتها خط كلمة there refer to بتشير لإيه؟ هتقول له بارك الحديقة. طيب عيد and ماهر favorite sports، بيقول لك الرياضة المفضلة عند عيد وماهر بتكون إيه؟ هتقول له باسكت بول. answer the following question، جاوب على الأسئلة. Where do they have lunch on Friday، بيقول لك هنا هم أين تناولوا الغداء يوم الجمعة؟ هتقول له at home، في المنزل. when does سعد play football، بيقول لك متى سعد بيلعب كرة القدم؟ هتقول له in the evening at the club، يعني في المساء في النادي. in the evening في المساء، at the club يعني في النادي. summarize the text into sentence، بيقول لك هنا لخص النص في جملتين. اول حاجه مثلا هتقول له سبورتس الرياضات، وهتقول له الجمله الثانيه سعد and his brother، سعد واخوه love sports، بيحبوا الرياضه. في الترتيب هتقول له how does جمال go to school، ازاي كمال او كيف جمال ذهب للمدرسه. رقم 2 هتقول له it's important، من الهام to eat، ان انت تأكل، هتقول له هنا healthy food، الطعام الصحي. read and write، صحح the loud music، الموسيقى العالية is very annoying، بتكون مزعجة جدا. don't sleep late، يعني لا تنام متأخر. في البنك تويت يا حبايبي هتحط هنا الاي كابيتال وتحط ايه فول ستوب بنقطة. هنا ثانك يو هتحط اول حرف التي كابيتال وتحط نقطة. بيقول لك اكتب باراجراف عن الكسندريا في 30 كلمة. هتقول له الكسندريا is a really exciting place، اسكندرية بتكون حقا مكان ممتع وشيق. to visit there، عشان تزوره. there is a lot to do، بيقول لك هنا there is a lot to see، يعني يوجد العديد من الاشياء ان انت تشوفها and do تفعلها there هناك. there are lots of exciting places to visit، بيوجد الاماكن الممتعة اللي انت تقدر تزورها. there are many places، بيوجد العديد من الاماكن. الالكسندرية في اسكندرية. I like swimming، انا بحب السباحة.
نكون حلينا محافظة البنها صفحة 234 و 235 من كتاب كونكت جيم الأضواء إنجليزي الصف الخامس. ما تنسوش يا أبطال اللايك والاشتراك في القناة. بالتوفيق والنجاح يا رب، مع السلامة.